الإعلامية بسمة وهبة بتستنجد بوزير الصحة عشان تعالج صاحبتها المصابة بالسرطان. تعال أقول لك إيه اللي حصل. الإعلامية بسمة وهبة كانت نزلت فيديو على السوشيال ميديا بتستنجد بوزير الصحة عشان تعالج صاحبتها المصابة بالسرطان اللي دخلتها مستشفى خاصة في منطقة المهندسين. بسمة وهبة كانت بتشتكي من المستشفى ومن الطاقم الطبي وإن قد إيه هم مهملين وإن العلاج فيها غالي جدا على الفاضي. كمان بسمة وهبة قالت إن صاحبتها ديت كانت في المستشفى وبيدخلوها العمليات وبيمضوها قبل ما يدخلوها العمليات، وكل شوية يشيلوا أجزاء من جسمها بدون الرجوع لأسرتها. بسمة وهبة كمان قالت إن أم صاحبتها ديت كانت بتسيبها بالليل عشان تروح بيتها، ترجع الصبح تلاقي بنتها دخلت العمليات الفجر بدون طبعا الرجوع ليهم. كمان بسمة وهبة كانت بتستنجد بوزير الصحة، بتقول المستشفى طريقة التعامل بتاعهم وحش جدا، العلاج بتاعهم غالي جدا وبيستغلوا المرضى. ذكرت بسمة وهبة إن صاحبتها حالتها اتحسنت لما راحت مستشفى سعاد كفافي، وبتناشد طبعا وزير الصحة إن المستشفى ديت وإن العلاج اللي فيها غالي جدا. طب لو حد فقير هيعمل إيه؟ انتوا بقى قولوا لي في كومنتات ايه رأيكم في اللي بيحصل في المستشفيات واللي بيحصل من الأطباء.